بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، اليوم سنتكلم حول تقريبا نتيجة أو ما جرى بعد غزوة تبوك، ما جرى في الطريق مع النبي ومع الذين تخلفوا في المدينة. دروس مهمة إن شاء الله. درس ما ایروز جیان و حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم بحثا زوراندناوی او هات مدینه، پشت هات مدینه داین و ساندناوی و خبرداناوی دگل وان کسی کو نچوبون دگلوی. پیغمبر فرمان کربو گوتو دگل من درکبن ورن وان کو دگلوی نچون. چند انواعی وان هنه که حال وان و تبع پیغمبر چه آنی سره وان چه آنی سره پیغمبر صلی الله علیه و سلم. امی بحثایی بکن. طبعا حصل شيء، النبي بينما هو في أرض تبوك ضاعت جمله، فكان من بين الموجودين هناك بعض المنافقين، فبعضهم تكلموا فيما بينهم وقالوا إن كان نبيا لعلم أين جمله، فهو يدعي بأنه يأتيه الوحي وهو لا يدري أين الناقة. فالنبي حينما يسمع هذا الخبر يقول أنا نبي ولا أعلم إلا الذي أخبرني الله عز وجل به، ولكن قد أخبرني ربي بأن الناقة في المكان الفلاني وزمامها قد تعلقت بشجر، اذهبوا وأتوا بها. فذهبوا فوجدوها. فهناك يقول بعض العلماء الذين نافقوا وقالوا هذا الكلام تابوا وعادوا إلى الله قالوا قد أخطأنا، وبعضهم قال بأنهم استمروا في كفرهم وعنادهم. هذا كذلك معجزة حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. تشتكي معجزة كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كل عرض تبوك دواوي هندابو دواو زان حشتر هندابو دناوا وي 3000 دا جروبك منافق هبون او جوبون منافق جانات قوتن ام تديب كردي دبجن خوش ديري ومزقفت ندكرن كي جاب سر كبد از حوالت اما في الي وي الي يعني اوانش دگل وانت چند دبي بلكي سر كتن ام نزانن يعني ایجالویک دوا پیغمبر هنداد به اوانا فرصت به فرصت در جمعی که کبرال محمد خن خوازن کبرال پیغمبر خن صلی الله علیه و سلم دبی اب جامعش خواهد به از پیغمبر قوی قرب وقت پیغمبری تو چه منظانی دوات الکویه دوات هندابیه و تدبی از پیغمبر و تنظانی دوات الکویه چه یعنی خوازن بجه معیبه که قفات اما بی کبرال پیغمبر خن یعنی تدبی از پیغمبر و تنظانی دوات الکویه ها و دعوا پیغمبری اجمارات کی خبردان چه گوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیجه گوداری بکن از پیغمبر خودمه تشتی که ازانم خودش مرا گوتی و کی دی تشتیش بری که خون زانم که خودش مرا تشتی نه بجه نه بج مزانم لی رب مجمرا گوتی دوام الکیه دوام الاول هر فلانجی حفصاری بی بداره کی وهاتیه گریدان فقیر نکار حفصاری قبه که حیوانه آلوی سکنان دی ما هر والویه والله صحابه چن تماشات کن ابراسی حیوانی سری والوی تلفاندن و فقیر يعني بنوی بداره واتیا گریدان نکار درکبه دبی مجوارا گوس پیغمبر خودی ما رب مجمرا گو ایجاد به این که کتاب دبیجن وان انسانا توبه کرن وحیرا تمام ایدی ما فهم کر صادیصات پیغمبری و هن اکد بین اولا منافقتی وان هر دوام کر يعني هر کرمه شیری حتی پیری دبیجن یا اوانج هر منافقتی وان دوام کر نبون مسلمان. ابیا معجزه کی هات سر پیغمبر دی عرض پیروز دا ابیا یک. طبعا كذلك امر اخر حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في الطريق حاول هؤلاء المنافقون او مجموعه من المنافقين ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقول محاوله الاغتيال، ملثمين مغطين وجههم، ولكن الله عز وجل اطلع على النبي وكان مع النبي مجموعة من الصحابة مخلصين أذكياء واعين، فأخبرهم النبي بأن هؤلاء يريدوا أن يقتلوني، وكذلك النبي أخبرهم بأسمائهم فلان فلان فلان، وهذا الصحابي اسمه حذيفة رضي الله عنه إنه أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي اطلعه النبي على أسماء المنافقين فكشف أمرهم ونجى النبي من محاولة الاغتيال. هذا كذلك جرى بين المنافقين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشتكي دي تسا دقال پیغمبر چه بود ريدا دما كتينه اوان منافقه گروبك جوان منافقه خواست پیغمبر بگجن يا اشخا جامعه گو امسی 1000 انسان کی زانه امن سرچعبه خوشی گرتنه دجی هکی تنگ دا گم الپیشا پیغمبر بس انا مچان عم تیرا لیخنه که شور مورا لیخنه نا و قربال خدا
تدی جانا کی انسان تین کشتی نوا قربالق کس کی نزانه کی لخستی فقط رب العالمین عز وجل خبرش پیغمبر راشان رسول خدا گوانا شیطانی که وقت خوازم بکن جاره که دی خبر رسول خدا چه بو ادبه پیغمبر صحابی که کدگلی بو اینکه صحابی پیغمبر د پاراستن پارزوان ایبون نوبت آید گرتن حمایت کرن صحابه براستی انسان دم حیات آن خواهی عجیب دمنا و قصه با عقله دزانه بون که هن اکید خوازن پیغمبر بکش ندم که لکایی بون یعنی تیقین بکی آنا انیورسیته تدی هاروارد بزنم چه انیورسیته لکو چه وان انیورسیته مشهور هنه ایوان جا او قصه با عقل نبون وکا وان صحابی فهمت اشتاد کرن و ذکی بون اوانا گو وانا خوازن پیغمبر بکشن حیله کی خوازن بکن هر دم لکه پیغمبر رسول خدا جوانا گو فانا وانا خوازن بکشن ناب وان اهانه پیغمبر صحابی ناب حذیفه جرا گو اف صحابی بتنه بو کتبک منافقا ناست کر پیغمبر ناب منافقا جرا گو تو وانا منافقن اف منافقن حتی حضرت عمر خدیجه راضی به او قصا کش خدای خود ترسیان دگو بلکی ام منافق بنجی ام نزانن یعنی او قصا کش خدای ترسیان نقطه بچوکی ایمان دگو ام باش نزانن حضرت عمر ده هاجر دگو حذیفه دگو جاج مرا بجه ادنابا منافقات همه آمتنمه دگو عمر زیداش من سوالا نکه لورا سر پیغمبر مرا گوتیه ولکن تدنابا وانداننی کی منافقه دگو از بنا بجم پیغمبر سر مرا گوتیه سر پیغمبر نکارم بجم فقط تن منافقی و هو زیده سوال جی نکه دی زیده نکه ای فلان کس ای فلان که نبیجش مرا لیتا پر الحاح کر از اشترا بجم تن منافقی لی وکی خبر نده وکی سوال نکه ابيجت كي تقول الحمد لله كأز نجم منافقة بم أو جمرة بس يعني الحمد لله. طبعا مدة السفر كان تقريبا 50 يوم 20 يوم في تبوك و15 ذهاب 15 إيابا ولكن ما حصل حين العودة النبي صلى الله عليه وسلم اطلعه الله على ما قام على المسجد الضرار المسجد الذي أنشأه المنافقون في المدينة وتكلمنا عنه قبل دروس. الله عز وجل أخبر النبي قال هؤلاء بنوا المسجد للتفريق بين المسلمين أرسل الصحابة حتى يهدموها فالنبي أرسل مجموعة من الصحابة قبل أن يصل هدموا المسجد وحرقوها قال خلاص لا نقبل أماكن النفاق بيننا. تشتكي دني پیغمبر هجا دريدا تي كوبي بيراوه سيدر سبر مگو منافقة لمدينة جامي كي چه بو اجاجبونه كد بنيدا شيطانية بكن بناوه جامي شيطاني تكرن توبت بون خبر دان فر داوه دا تشتات كرن اجا پیغمبر ادگوار الفرال ميش بكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم گو از هرم ورم هجا عجلا ما هي از هرم ورم هجا تذكاري بيداريه بگري بيداري جا بگره وجوانا بيجا وار حاصله کلام اجا پیغمبر هجا خدا له خبر دای که گوهر بروی جامعه بشوتن او جامعه جبونه منافقتی هاتی آوا کرد او جامعه شیطانی چه کرنه او جامعه نجبونه خدایه جامعه جبونه خدا ناتی آوا کرن او جامعه جبونه شیطانی هاتی آوا کرن هرم شوتنه پیغمبر هجا ناتیه گوهر می جامعه سری وان داخل کن یعنی هناك تشت هن ظاهرا جبونه خدایه لدبنی دا شیطانی تین کرن ما گوید ولات مدا جی گلک تشمش تا چیتکن الله الله کومله چیتکن کومله ما فی انسان و ما فی جن و ما فی زاروکا جن مجد من زاروک مجد من مال مخرات کن لی دفر دا درسکی گره چعب ما بکری به امشیار بن یعنی هرکس حلال منکه ور حاصل پیغمبر صلی الله علیه وسلم قارم شوتن او تدا بین واجب تدا بشوتن ام قبول ناکن نقطه نفاق منافقتی شیطانی نابا مذهبن بسر وان دار خراكرن پیغمبر صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي حينما عاد استقبله اولا ذهب الى المسجد وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعود من السفر يذهب الى المسجد يصلي فيه وبعد ذلك ينصرف الى بيته. صلى في المسجد ركعتين وجلس فيها فاتاه الناس الذين تخلفوا فكان هناك مجموعة كانوا مرضانين عندهم أعذار مريض أعمى أعرج فأتوا إلى النبي والله عز وجل كذلك قد أباح لهم بأنهم معذورون والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة هناك الناس معنى الحديث في المدينة وهم يأخذون أجرنا الذي نحن نمشي خطوات كل ما نمشي إلى مكان وكل عمل نحن نقوم به فالله يكتب لهم الأجر لأن قلوبهم معنا
ولكن أبدانهم لأجل عذر شرعي بقى هناك. فأولا هؤلاء أتوا، فهؤلاء كان قد النبي والله عز وجل قد أباح وأذن لهم أن يبقوا في المدينة. هذا أول مجموعة الذين سمح لهم النبي بالمكوث هناك. طبعا پیغمبر هات مدینه عادت رسول خدا بود صلی الله علیه و سلم، رسول خدا دچو که سفر باتا دچو جامعه درک حت لمشت کرد. سیستم مالاویش هم جامعه بابو لوما یعنی بلکه آنها تبخازی هری ولات خود جامعه دوره تا بشک زحمت علی پیغمبر مالاویش هم جامعه بابو کربو عددها جامعه درک حت لمشت کرد و یعنی ایجاب کرد سلام علیکم داویش خود شو مالا خویم بشن. پیغمبر هات جامعه درک حت لمشت کرد و رونشت. وان کسی که دیگل پیغمبر نچونه گروب یک نخوش بون، عذر وان هبو، کور بون، سقط بون، نخوش بون. وانا تم که خدا گوتی اعما، اعرج، مريض. اوی سقط نگش کاندی نکاره بمشه، اوی کور چعبی نادینه نکاره هره، اوی نساخ نخوشه نکاره بمشه. وانا عذر وان هنه، خدا گو وانا عذر وان هنه. آدم گو یا رسول خدا والله معلومه، یکی گو مثلا از کورم، یکی گو نگه مشکیه، یکی گو حیره یا رسول الله از نخوش نکارم بمشن. گونان تشکیتنه ایوه خدا و عفو کریه. آیت جهاد گو خدا گو ایوان ضرار وانتنه. حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رید صحابی خورا گو هنک انسان برای ما بسلمان مدینه هنه ام هر مترکی قد ماشن دقال منه خیر وان تنه بساندن دقال ما گو اولوینه گو بله لوی بنجی لورا نیت وان دقال مایه سقط نبونه نخوش نبونه دقال ما باطنه لی بلا نساخ و نخوش نکارون باطنه خدا عز وجل خیره و مکافات جواره نفساندیه. اویا یک چقدر که مازنه تنیت تپاکت خوازی خیره که بکیت نخوشی. مثلا انسان که اسلام دا قانونه کیه بیه عدد این که خیرات که روژا دشمه روژی دگره، دشمه هات فقیر و نخوش کرد، دشمه هات سفره کی چه بود، دشمه که هات مصیبت که هات سریبی او خیره دشمه خود جراد نفسینه لورا نیت های هبو لعذره کیوی درکد نیتش خواه بشب را بلمج بکه شبکی نخوش کرد نکار برابه خود جرا خیرید نفسینه. او گروب عول جی او عذر وانه هبو پیغمبر علیه الصلاة والسلام گونانا قدش کتنا رب العالمین اذن و دایا و خودش اذن وانده او عليش دقال پیغمبر ساكنين صلى الله عليه وسلم. المجموعة الثانية المنافقون الذين كذبوا على رسول الله وأتوا بأعذار غير صحيحة، يعني ليس مريض ولا أعمى ولا أعرج ولا أي شيء آخر، ولكن كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهم قال يعني المشكلة الفلاني والمشكلة الفلاني، وكان من عادة النبي يقول خلاص اذهب غفر الله لك غفر الله لك. هم يقولون للنبي هكذا وأنا يقول غفر الله لك، أنا لا أدري ما الحقيقة ولكن أنت تقول هكذا فأنا أقول اذهب غفر الله لك. ولكن الله كذبهم قال هؤلاء كذابون وافتروا عليك، لذلك الله عز وجل عاتب النبي وقال لماذا قد سامحتهم. الآية الكريمة يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. سماهم الله بالكاذبين، قال لك يا هؤلاء كذابين، يعني لماذا سمحت لهم؟ فالله عز وجل فضحهم. هذا المجموعة الثانية المنافقون، فكانوا يعلمون هذا منافق لأنه كفر عفوا هذا كذب على رسول الله فالله كتبه من الكاذبين. المجموعة الثانية المنافقون الذين فضحهم الله عز وجل. جروبات دويا منافقات شكر منافقات جنب پیغمبر عليه الصلاة والسلام يا محمد ها قول از دیا من خوش بو ایگو از نخوشم ایگو عذر من هر اکی داره وکی کرد. پیغمبر کی ها تجرا گو تام داره خودت عفو که کی گو خودت عفو که خدا آیت کیشانش پیغمبر گو چما صاد بیجی تو چما وان عفوت کی گرت پرس بکرا تا سوال بکرا جا کی دروات که کی راست بیجه خدا جوان گو دروات کن خدا دوی دامان رزیل کرد. ابي اجيبوا جروبات دويا خدا اره پیغمبر آن عفو کرد خدا عفو نکرد. خدا گفت وانا دروات کن وانا انسان منافقن انسان کذابن وانا افترات کن وانا راست خبر نادن. طبعا المجموعة الثالثة الذين تخلفوا وكانوا صاحب إيمان صحيح. ثلاثة من الصحابة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله والله تخلفنا ولكن لا عذر لنا، لا عذر، وحاولنا أن نأتي ولكن حصل ما حصل ولكن لا يوجد لدينا عذر. صدقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا عذر لنا.
يعني لو نكذب حتى أحدهم يقول أنا حضرت لنفسي أن أكذب على رسول الله حتى يسامحني، ولكن في الأخير قلت والله لا، الصدق أحسن، سأقول وأصارح النبي بالحقيقة، أنا لم أتي ولم يكن لدي عذر، فأبين بأني كاذب في الدنيا أو الرسول يعاتب علي أفضل من الله عز وجل يبين ويعلم بأني كاذب. أنا أعترف بخطئي أفضل من أن الله عز وجل يكتب في القرآن بأن هذا منافق وهذا كذاب. فهذا أعلن بأن أو هؤلاء ثلاثة أعلنوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تخلفوا بلا عذر، لم يكن لديهم عذر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خلاص اذهبوا لا أعمل لكم شيء، لا أتكلم معكم ولا يكلمكم أحد، فالله عز وجل يسامحكم متى يسامح، يعفو عنكم لا يعفو، فأمركم إليه ليس إلي، ولهم أمر طويل سنتكلم. جروبا سيا سيحب ظلام هاتن سيحب صحابة إيمانا وراست مير خدي إيماني، ولكن تعذري وانتن أبو عذرك تنه هاتن قو يا رسولي خدا قو والله عذري ما تنه بكردي دبيجين يا ري راش حوجه طانيه ناكه بيوسنا قو يا رسولي خدا والله عذري ما تنبو ام چه دروابكم تنبو نأم نخشبو نديا ما نخشبو نجنا ما نخشبو والله هما قراني بما قرتو هاوي مو دنيا قربو ام برباي شيطان كتن ام ناتن. حتى يك جواناوي كعبه دبي مش خا بلانكي تشكر قوم از وهابكم بلكي پیغمبر من عفو بكدوي اتشوم داوي مو والله حيبه دروابكم لو خدا از دروابكم ساي خدا مرازيل كه از حلال پیغمبر بكم نكرم خدا بكم بلكي پیغمبر جمره بيجا تمام هره لاز يقينكم داوي اياتك ورا خدا بيجا تشما درواكر هما ان باشي او جار حول خرازيل بكم واز بي رسول خدا از ناتم دكا پیغمبر خدا جمره بيجا چه اوزانه ایجاب درواناک هما سر عولده از خوشرمی بکم چیتره که داوی آیتا پیروز در حق مداوره رب العالمین بجا منافق تشما درواکر تفدی ندکر هماش عولده هرم تسلیم بکم ده چیتره اوان هر سه جاره یک هاتن های وانج هفنینا فقط هر سه راز خبر دا گو یا رسول خدا والله تو عذرکی متن ابو پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام گو والله مادام وراس مرا خبر ده از وین کار معفو بکم هرم برا خدا و عفو بکه از نکارم و عفو بکم دست هم داننه هر پیغمبر گو هرنو هر چیز در کتن لی پیغمبر قراره کی ده صلی الله علیه و سلم گو کس کی گره باره خبر نده خبردان تنه تو کس کی گره وان هر سر خبر نده وانا عذر وان تنه وانا را خبر ندن سبحان الله وان صحابیه مثلا وان درجه آیت در حق وان دهاتیه پنجی روش کس کی وان را خبر نده پنجی روش برای وان سلام ندام برای مروه سلام ندام مروهش بر خاطر امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم باب وان بانا خبر ندا حتی جن وانج مالوان اوه یک تن بشکی اختیار بو جناوی هات گو یا رسول خدا گو ازی بیلم لفقط احتیاجی وش خدمتا منه گو خدمتا کبر نزیکی تنبه گو خدا پریا گریهش خو مناس ناکشی پریا کو برخو کتی نکار نزیکی ام اوه کو گن جناوی کعبه جن اخرا گو هر مال باب خو حتی خدا داری که خیر المبد که هر چی کمان بکن تنه براستی حکایان پر مز چکی غریب و عجیب انسان دما کد خوینه بعرده واد مینه او قصه ایمان وانا مازن پنجی روش خا فقیره دگرین پنجی رو محزونن پنجی رو دری هاتی الوان گرتن یعنی و صحابه اجتب وانا خبر نادن امبارگو خلاص امر هاتی بتر خبر نادن طبعا هؤلاء الصحابه 50 يوما منعهم رسول الله أو منع الصحابة من الكلام معهم حتى أزواجهم لم يكلمنا خلاص ممنوع حتى القريب أخ ابن الأحول أحد يتكلم معهم ممنوع أنتم أخطأتم خطأ كبيرا فمنع القائد الأعلى أو الرسول صلى الله عليه وسلم الاختلاط والمكالمة فهم يقولوا كنا نأتي إلى المسجد نقول السلام عليكم ولكن نشك بأن أحدا قال عليكم السلام أم لا ولا أحد يرد عليهم السلام فيقول ننظر إلى رسول الله فهو يصرف عينه ننصرف وهو ينظر إلينا الرسول يتعاطف معهم ولكن خلاص هناك قرار المقاطعة المطلقة لا كلام ولا سلام ولا شيء حتى أحدهم يقول ذهبت إلى ابن عمي وقلت السلام عليكم لا يقول عليكم السلام يا ابن أخي أنت تعلم والله أنا لست منافق هكذا يقول الله ورسوله أعلم خلاص ويقول ذهب ولم يكلمني
يقول بكيت كثيرا 50 يوم وهم يبكون. وفي الأخير الله عز وجل أنزل على رسوله آيات كريمات بأن الله عز وجل قد عفى عنهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الله عز وجل يقول الأرض ضاق عليهم وفي النتيجة الله قد غفر لهم وعافاهم، فأتاهم البشرى بأن الله قد غفر لهم وعافاهم. هذا نتيجة الصدق مع الله ومع الرسول، فالله عز وجل تاب عنهم من فوق سماوات السبع. كذلك هذا شرف عظيم لهم. تشتيك هي وانا بينجروش خبردانتنا بينجرو سلام كلامتنا دقري برخوكتين محزون دبين شارتنا ابيك بچكي جينجا ناوي كعبة عمري ده هاسبك فقيرو دبي از برداد چم ويداد چم كسكي سلام نادمن دبي روجا كي اتشم جامعه مگو سلام عليكم پیغمبر رونشتي عليه الصلاة والسلام دبي والله من نديد پیغمبر ليبي خلاقاند تنا من نديد كسكي بيجي عليكم السلام چمكي جزاي وانگره كسكي وانا خبر نده حتى خده وان عفو بك دبي روجا كي اتشم بخشه بسمام خو بسمام خو راگو سلام عليكم نگو عليكم السلام بسمام تما ولا تمناست كي از خراب ننم خبر ناده كرة والله مهاكريت كير نكر دبي تك تشكي جمراگو كو خده پیغمبر زانه باكي نم نزانن او چو خبر ندم را دبي از گريام دگريم يعني زحمته ايمانته هي و پیغمبر ترى خبر ناده تچی جامعه کس که نبی سلام علیکم کس که بدسته ناگره تنه پنجی روز من به وها خلاص بو روزا پنجی سر مالک سکنان دیمه دلم شوتیه دبی خودت قرآن داد بیجه دنیا سر وان خرابوها ضاقت عليهم الارض عرت هیچ خفره دنیا دبیج مرا تنگ بوها بینام الدنیا دا در نکد تشتكي نفسيه او قصه زحمته يعني وكا بيجا ما از بمرم ده ها چتره دبي مدي يكي گو مزگيني دنگه کی زو سر اسم مال صبيرا آیت هاتش پیغمبر مال سر اسم پیغمبر دبي هر مزگيني بدن وانا خدا وان عفو کر دبي يكي گو يا كعبه كره مالك مزگيني دبي از باز نام گو جاويه کیه مبالغ دای صحابي کی هاتي دبي مچاکت خدای کی جله کی و میج دای کی يجا جلك يقول الحكم جلك يوكا إنسان نما مشو جيران أقول جا جلك يبدم الحكم أتم حزورة پیغمبر دبي هر سيوال من مزگيني جوان راهاتن تشتكي جبير باناكن أفكعب دبي واتيكا چوم جماعتا پیغمبر صحابة پرن يك صحابي كي نابي عبيد الله طالحي كرو عبيد الله طالحي دبي اوار ابو هات پیشامنو خو اوام كر بردلي خو گو بيروز بشترا جكيفا أفكعب دبيز حتى بمر ميرانيا ويجبير باناكم خدي نعمتك لما كر أو كفايات دبي وكي دي تكس كجمرا نقو صار خيري بنات بيشامن فقط أوهات بيشامن وكر بردليخو وقو بيروز بشترى خدي تعفو كر حتى از بمر دبي از ميرانيا ويجبير باناكم يعني جانا خدي نعمتك ده مروا حوالي مروا كيف خوش نابه بي كيف خوش نابه طبعا صحابه عاجز بون دقوا بأمريا پیغمبر كر لوما أو جوي عاجز بون فقط بيشني خدي تعفو كر تجمازك يا خدا تشتكي ديلي يعني جانا هيك إنسان تين وقت كم بردلي خود بي ما شاء الله خدي أيوان إنسان أجرب مرش بيربانك حتى تبمري أوان إنسان أجرب دوست تبند بس قد بيرباناكم تشتكوا كيف وقت الحكر جبونه من حتى مرناش بيرباناكم أو قصة كيف هاد سلام دامن دلی رحت بو گو مزگینش تر خود تعفو کریه ولاتن سلام دام پیغمبر زیارتی ای کرن صحابیات ایدی جوانا گو سر خیره به بوی شکل دفتر وان هات گرتن هش وان هات سریوان. طبعا الذي نفهم من هذا الامر المقاطعه هذا كان درس من النبي صلى الله عليه وسلم كل من قام بارتكاب خطأ جريمة شيء لا يليق بالمجتمع ولا به فعلينا أن نقاطعه ولا نكلمه ولكن علينا نقصد المجموع ليس أن يقاطعه رجل أو رجلين إذا قاطعه رجل أو رجلين فهذا لا يهمه ولكن إذا قاطعه المجموعة أحد لا يتكلم معه فهو سيعود إلى رشده. هذا كان معالجة نبوية ولكن اليوم هذا غير موجود عندنا. الرجل يخطئ 1000 خطأ ولا أحد يقول لماذا أخطأت فهذا خطأنا. علينا أن نأخذ من هذا الدرس ونقاطع كل من ارتكب جريمة خطأ تصرفا لا يليق به ولا بالمسلم فهؤلاء سيتوبوا ويعودوا إلى رشدهم ولكن هذا لا يوجد عندنا يا ليته كان عندنا. درسك مهم جديد چیه قالوا جماعته جبير ونكن ابيا درمانه کی پیغمبر بو پیغمبر درسکی دامه گو بنه قالوا انسان هین تشتکی بن دناوا ودا یکی به اخلاقی کی کر
دروي كي كر خرابي كي كر تشتكي نراست كر سلام ندنكي تبها نه يكي بتاني ام داي انسان يكد نوا مدى دروي كي كر توبه جنكر ام نه انسان غير بيرا خبر ندن هاد جمام جميع رابن ام نچن مالاوي سلام خود ندنكي حتى توبه نكه حتى شي نسريوي اما ايرو افتنه ايرو كابرا دزيت كه هر کس پیرا رودنه عراق بعد خو پیرا رودنه زنایت کم که سلام ددنه ظلمت که امچن مرحبا بریم تشواني نبريمن ونتشتكي اگر که اف اخلاقي هان الجماعه هبونا مثلا ما خدي نداي ما برصاي ندكر ما دسي ندكر تكس كبيك كيماني باخلاقي ندكر اما مع الاسف اف درس هان الجماعه ظلام حذر دراويت كه اورورتك كلك مجرون اجتيا يعني تبين ندو خار ندوي شوتي نظام نشير وقار تدوي شوتي تشتكي وهاي نا درسك يا پیغمبر كده قالت عقل ما دا بمينه كي باخلاقي كر دهره وامی گش به هفره نه یکی بتنه یقین بکن اگر کو ام تو گنده خودت قضای خودت محله خودت جامعه خودت کومله خودت وی اخلاق جمعه هبه ای غلطیت کن یک دره و بی اخلاقیت کن کیم دمینه متف گوی وان کاش پیرا خبر نادم بس ما کی ما ظلم میکرد ام تف پیرا خبر نادن گندی کی کرم سلام خدای نادنه حواله کی تشکی کرد و دهره کس کن پیرا خبرنا حتی دنیا سریدا تنگ دبه ايوه حيره بجا يا ربي والله من عفو بكي وقالوا انسانه من خلاتيكي كر من عفو بكن وراح حصل بدرس هاني ان شاء الله عقل ما ضب من ربي عالم يجيب نصيحته بكنسيبه ما ان شاء الله الى ان نلتقي في الجمعه القادمه ابقوا في حفظ الله ورعايته وعلينا ان نتعلم من سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاداب الاجتماعيه هي بدار حتى حفتاتي حفظ ورعايته سترى خدي دابن خدي خير وخشي وسلامتي بدما ان شاء الله امانت خدابن امی چند دقیقه